ازيك يا غالي؟ جاي لك بعد الماتش بكام يوم اهو. يعني المفروض انك هديت وانا كمان هديت، فتعالى عشان عايزين نقعد نتكلم مع بعض شوية. عد بنا أيها التاريخ لنستعيد ذلك الكبرياء. عد بنا أيها التاريخ فنحن الزمالك فرسانك يا أفريقيا. عارف انك متضايق من المدرب وعايزه يمشي، وحقك بعد الخسارة، وخصوصا انه لسه ما قدمش شيء يقنع. لكن صدقني يا غالي، الفكرة دي فكرة فاسدة زرعها الموسيقار في دماغك. جو ان اي تعثر غير المدير الفني، والله ما ليه علاقة بالكورة. مفيش في الكورة حاجة اسمها 5 ماتشات غير مدرب. لحقت تشوف وتقتنع في 5 ماتشات ازاي؟ شفت وحللت ايه علشان تطلع بالقناعة دي؟ وهنا كلامي مش على فريرة، أنا كلامي بشكل عام وعلى الفكرة نفسها. مفيش في الكورة مدرب بيتقيم بعد 5 ماتشات، وده في العادي خلي بالك، مش في حالة الزمالك. لأن في حالة الزمالك الموضوع مختلف وأصعب بكتير من مجرد مدرب. وبما إن الناس بتنسى، فمن واجب أفكرك يا غالي، في 3 أنواع من الفرق: فرق بتتكون، وفرق لسه متكونة، وفرق مكتملة التكوين. عارف احنا انهي نوع فيهم؟ اسهلها انا عليك. الفرق اللي لسه بتتكون يعني مفيش فريق اصلا والنواقص كتير، وده بيستدعي تسريح عدد كبير من اللعيبة وشراء عدد اكبر، واللي ينجح يكمل واللي يفشل يغور، وهكذا لحد ما يبقى عندك فريق لهيكل معروف وتشكيلة واضحة. وهنا نبقى فريق لسه متكون. بعد الفريق ده ما يلعب وينسجم ويكتسب خبرات، بوم، بقى فريق مكتمل التكوين. كل ده طبعا بيتم على مدار كذا سنة، مش في يوم وليلة. طبعا انت اكيد دلوقتي عرفت احنا في انهي مرحلة بالظبط يا غالي. احنا في المرحلة الاولى اصلا، وانت مش عايز تصبر. عارف احنا فين؟ احنا مش بس لاعيبة جديدة، لا وكمان مدير فني جديد وإدارة رياضية جديدة. انت مدرك الناس دي كلها علشان تشتغل وتنجح محتاجة وقت قد ايه؟ فمين اقنعك ان كل حاجة هتشتغل حلو من اول مرة؟ جون نفسه هينجح في حاجات ويفشل في حاجات. ما هو كمان اول مرة في نادي بحجم الزمالك، واللاعيبة اللي جم مش الكل هينجح اكيد. ففي لاعيبة هتمشي وهنجيب غيرهم، وده محتاج وقت. وحتى المدير الفني لسه جديد، والحوار كله على 5 ماتشات لعبهم، والناس واقفة مش عايزة تقعد. ما تقعد يا غالي كده واهدى، واعرف اننا على الله، لا في فريق ولا لعيبة كبار علشان تحزق كل الحزق ده على المدير الفني. طب انا همشي معاك، مشي يا عم فريرة، وبعدين مدير فني جديد وهيحتاج وقت، وعنده 4 ماتشات منهم الاهلي والمصري. النتائج لو ما ساعدتش هنعمل ايه؟ هنغير مدرب تاني بعد 4 جولات؟ انا عارف ان جون اكيد مش هيعمل كده، بس انا بكلمك انت عايز ايه؟ كل شوية مدير فني؟ فاكر اننا ممكن نوصل لايه لما نغير كل شوية مدرب؟ وده يخلينا نروح لجزئية مهمة جدا. ليه اللاعب في مصر آمن محدش بيجي جنبه باشا؟ يبقى هما اللي مغرقين الفريق ومغرقين المدير الفني نفسه ومحدش بيجي جنبهم. يعني عندك ماتش دجلة مثلا، اخطأ فيه فريرة مفيش كلام، لكن والله اللي خسرك الماتش هما اللعيبة. مفيش مدير فني في العالم يستحمل ان لاعب يدي جول للمنافس، ولاعب تاني ضيع انفراد كان خلص بيه الماتش، ولاعب تالت بيطرد وبيخلص علينا وعلى الماتش نفسه. وحتى حتة نص الملعب مفيش مدرب يغيب من عنده 4 ديفندرات مرة واحدة. كل دي مواقف بوظت الماتش وهي اللي خسرتها، مش فريرة لوحده زي ما انتوا عمالين تحزقوا. هيجي واحد يقول لي يا ابو حميد ما هو بدأ فترة اعداد. هقولك والله احنا فرقة بتتكون، ففترة الاعداد مش هتفرق معانا زي ما انت فاكر. وبعدين هل هو بدأ فترة الاعداد بكل اللعيبة؟ القايمة كانت كاملة يعني دخل بيهم المعسكر كلهم؟ ما تفكرش، لانه ما حصلش. طول المعسكر لعيبة خارجة ولعيبة داخلة. عدي جه في اخر يومين، واخوان بزيرة جه اخر يوم في القيد وانضم بعد اول ماتش في الدوري. ففترة اعداد ايه اللي بتتكلم فيها؟ فترات الاعداد اللي بجد اللي عملها بيراميدز والاهلي. لكن انت وضعك مختلف. لو لسه مش مقتنع رغم كل اللي انا قلته ده، فانا هتفق معاك اتفاق حلو. ايه رأيك نغير فريرة بس بعد التوقف اللي جاي؟ هم 4 ماتشات ياخدهم، لو ما ظبطش يخلع. وقبل ما تقول لي يعني يمشي بعد ما يكون ضيع علينا نقط ال4 ماتشات،
هقولك ما انت برضه لو غيرت دلوقتي هيضيع عليك ال4 ماتشات. خد بالك دول فيهم المصري والاهلي، يعني لو مدرب جديد جه وطب فيهم محدش هيسمي عليه، وهنلاقي نفسنا بنغير المدرب للتالت مرة. طب ليه؟ سيب يا عم فريق الوحش ده ال4 ماتشات دول، والله ظبط وعدى خير وبركة. خرف وغرقنا يغور ونجيب غيره. حلوة الصيغة دي؟ اعتقد حلوة. طب انا عايز ايه من كل اللي بقوله ده؟ عايزك تهدى يا غالي وتسيب الناس تشتغل والراجل يكمل، وبإذن الله يصحح أخطائه. ولو ما حصلش يا عم يبقى يمشي التوقف الجاي، بس يبقى خد فرصة ولحقنا نشوفه ونقيمه، ويبقى كلنا حكمنا عليه سواء بالنجاح أو بالفشل. نيجي بقى لأخطاء فيريرا اللي لازم يصححها في فترة التوقف، وأوتوماتيك كده لو رجع بنفس الأخطاء يبقى مفيش أمل ولازم فعلا يتغير. أولا قناعاته كمدرب في بعض اللعيبة، يعني أنا مش قادر أفهم وجود إيشو على حساب معالي، دي قناعة تجيب جلطة. قناعته بناصر ماهر اللي أنا بقول أهو لو فضل أساسي مع الراجل هيغرقه. لازم فرصة لأحمد شريف وعمرو ناصر، واركن منسي شوية، بلاش كايد جناح مش نافعة ومش هتنفع. تركيبة خط النص محتاجة تتغير، وعبد الله للأسف لازم يبقى دكة. السن مش بيرحم حد، لو بارون اتأيد دخله على طول. مش عايز اشوف عمر جابر، خلاص نشتغل على الكور الثابتة اللي لينا لانها ممكن تخلص ماتشات. ممكن كل ده يبان كتير ويكاد يكون سبب ادعى للتغيير، لكن والله سهل اللي قلتهولك ده يتعمل والدنيا تتظبط والفريق يتحسن. لكن المهم الناس تصبر. عندي رسالة ليك يا غالي مهمة علشان اللي جاي، لما يحصل اي تعثر ما تروحش على طول للمدير الفني. اول ناس تروح لهم في حالة التعثر هي اللعيبة. اللي يتفشخوا هم اللعيبة، اللي تمسكهم تجيبهم يمين وشمال هم اللعيبة. المدير الفني ده ما تروحلوش الا لما لعيبتك تكون جايبة اخرها في الملعب وهو اللي باظ الدنيا. لكن ده مش حالتنا، وللأسف فريقنا مليان علوق. فبعد اذنك في اللي جاي دور على اللعيبة، روح على اللعيبة، انتقد اللعيبة، افشخ اللعيبة، لان اللعيبة في مصر وبالذات الزمالك شايفين ان مهما النتائج سائد ان في الاخر المدير الفني هو اللي هيتغير، وهو قاعد باشا في النادي زي ما هو. فبعد اذنك ما تساعدوش يفضل قاعد في النادي وهو مش قد انه يقعد في النادي. دور ورا اللعيبة، ركز مع اللعيبة. لو كنا عايزين نغير من شكل وعقلية الفريق يبقى لازم اللي عقليته تتغير الاول هم اللعيبة، وده مش هيتم الا عن طريقك انت بس يا غالي.